السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد نهاية الدرس الأول التي تابعناه إن شاء الله يكون أعجبكم ونال إعجابكم مع بعض الأخطاء المتكررة كانت في الصوت مع بسملة الكثير لم يلاحظها ولكن أنا لاحظتها. أتأسف على الخطأ الفادح ولكن بداية الحمد لله. اليوم درس راح يكون حول برنامج الإدمان. الإدمان برنامج معروف ومشهور عالميا، وهو برنامج تحميل ملفات بسرعة فائقة حسب الإنترنت المتواجدة عندك، وأيضا نقص في كراك ويتطلب سيريالات، والكثير يعاني مشاكل مثل هذه. اليوم راح نتطرق لهذا الدرس أن نكون هناك مدى الحياة برنامج كراك الإدمان الإصدار الأخير 6.19 نقطة 19 بردن 2 تجربة نسخة ثانية. اليوم راح يكون هذا البرنامج إن شاء الله يعجبكم وينال إعجابكم. تابعوا معي. بسم الله. نروح نحمل هذه الصفحة جديدة، صفحتي أكيد فتحتها الأمس. إن شاء الله تكونوا من المعجبين المتلحقين بالصفحة، رابط الصفحة. نروح نحمل أكيد البرنامج الإدمان. مثل ما تلاحظون الموقع الرسمي للإدمان نيوز، آخر إصدار متواجد عندنا What this news version 6 أوكي. فيه إضافات وتصليحات مميزات جديدة، فإضافات جديدة هذا بارت آخر إصدار من الفايرفوكس، إصلاحات في جوجل كروم الحين راح نحمل. طريقة تحميل أكيد داونلود 3 انترنت داونلود مانجر فور فري. أوكي الحين نحمل. أنا مني معي راح ننزل البرنامج الجديد. ممكن ننتظر قليلا تحميل. قمنا بإجابات قبل وضع الدرس قمنا بطرح سؤال في صفحة مافيا الجزائر حول المتطلبات اللي راح تكون الأشياء المطلوبة في الإنترنت لكي نقوم بشرحها ونساعدها للشباب. إن شاء الله راح نطرح بعد الدرس نقاشات إن شاء الله تكونوا مساعدينا ونساعدوكم أكثر. احنا أهم شيء تكونوا أنتم متساعدين معنا. تحميل انترنت أنتم تعرفون الجزائر. من بعض الإجابات بعض الإجابات حتى فيما يخص الاختراق يوجد مجموعة مثل باك إيب جلدي زد باسورد راح يجيبوكم عن بعض الأسئلة، وراح تكون هناك اختراقات متواصلة عن بعد الانقطاع لأمور شخصية حتى أنا لا أعلمها، ولكن راح يكون فيها هناك جديد إن شاء الله. نتابع الحين. كمل تحميل. روح تركيب أو نص تنصيب أو تسطيب، سميها ما شئت. أوكي الحين أوكي أوكي أوكي. تطلب مني أني عندي نسخة من قبل، قال لي إعادة تشغيل الجهاز. أنا أقول لا. الآن إصدار مولج كيفية تحدث من هذا المشكل. الحين أنا راح أكيد دقيقة راح أعمل له كيك
راح افتح البرنامج وادخل على property research انسيبل تنفيشي. أنا متعود على اللغة الفرنسية أكيد. وأدخل الملف. أنا معي الكراك هنا، أكيد راح يكون فيه ريدمي صفحة والرابط والموقع عن قريب إن شاء الله. راح نرفع نعمل نسخ وكوبي ونروح الملفات البرنامج، نعمل كولي أو باست أو لصق. راح يقول أنه كان موجود البرنامج، نعمل تأكيد. الآن نفتح البرنامج. بعد الفتح راح يطلع عنا طلب الكود. راح ندخل على الكي. انت اليور نيم البرنوم انت اعملهم. المفيد في السيريال اعمل انا امير ايميل امير واضع اوكي. الحين تمام. راح ادخل تم ريجستري. راح ادخل على ابروكو مشان اعرف ست برودوي ايتي اوتوريزي امير بوم واخر اصدار. ان شاء الله نكون محملين المشكلة. راح نجرب نحاول نحمل اي شيء. اكيد راح اجرب تحميل نحمل عادي من اليوتيوب ننزل الصفحة يا اخي. اكيد نحاول نحمل اي شيء. مستحسن افتح. الحين طلع لنا الكثير الذين يفقدون هذه الخاصية تحميل كثيرا يفقد هذه الخاصية من طريقة تحميل طور جي MP4 FLV MP حسب ما طلباتك انت عادي. الحين يحمل عادي. ان شاء الله يكون اعجبكم الشرح ونكون في الموعد دائما ان شاء الله تكون. اذا عجبك الشرح اكيد اضغط على لايك، اذا ما اعجبك اضغط على لايك مشان تشجيعاتك، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والمتابعتنا على صفحة الفيسبوك. وشكرا.